واحدة من المميزات الخطيرة اللي بحبها في ويتيفاي هو الانتجريشن مع المسجنج ابس والسوشيال ميديا، وخصوصا الانستجرام وفيسبوك وماسنجر. وبعدين كانت اول مشكلة بتقابلني ان انا لما اجي ابعت شكوى لاي شركة لازم اكتب كلام كتير. فويتيفاي حلتها بان هي بقت بتسمح ان انت تبعت فويس نوت، مش بس فويس نوت، وممكن تبعت صور واي حاجة تانية، وتبعت الفويس نوت بأي لهجة وبأي لغة في العالم وهي هترد عليك وتحل لك مشكلتك. فتعالوا نجرب مع بعض. مساء الخير، لو سمحت كنت عايز اعرف معلومات عن الخدمات اللي انتوا بتقدموها، يعني ايه الخدمة اللي انتوا بتقدموها بالظبط. فانا دلوقتي بعت لها الرسالة، هي سمعت الرسالة، وبعد ما سمعتها ابتدت تكتب الرسالة او الرد اللي هي عايزة ترده، وهترجع لي المعلومة اللي انا عايزها. في بقى حاجة مميزة جدا انا بحبها، ان هي بتعرف اسمي، يعني ان انا وانس ان انا بعت لها فهي عرفت اسمي، قالت لي مساء النور يا نادر، وابتدت تشرح لي ايه الخدمات اللي احنا بنقدمها في ويتيفاي وازاي ممكن استفيد منها. طب دلوقتي لو انا حبيت اقدم شكوى مش محتاج برضه اكتب اي حاجة. فلو سمحت انا كنت عايز ارفع شكوى عشان كان عندي طلب بريفند ولسه المبلغ ما جاش، فممكن ترفعي لي شكوى بالموضوع ده لو سمحتي. فبرضو بعت لها الشكوى، هتسمع الشكوى وهتأكد من البيانات ومن المحادثات اللي بيني وبينها وتعرف كل التفاصيل وترجع لي في موضوع الشكوى ده. ودي برضو حاجة مفيدة جدا، ان انت بمنتهى السهولة هترجع لي قالت لي بالطبع يا نادر هترفع الشكوى وهترد المبلغ اللي انا طلبت استرداده ال100 ريال، وكمان هتخلي تفاصيل التواصل وكل التفاصيل اللي محتاجها علشان خاطر انها تساعدني. شكرا ليكي، بس لو سمحتي خلي حد يتواصل معايا بسرعة جدا. فبصراحة هايلة الفكرة جدا، مفيدة جدا، وانا مستغرب ان لغاية النهاردة في شركات كبيرة جدا لسه شغالة بالسيستم القديم والرول بيزد شاتنج، مع ان الموضوع سهل جدا دلوقتي. فاتحلت مشكلتي في ثواني بمنتهى الاريحية بمنتهى السرعة وفي اي وقت، يعني انتش محتاج تبقى شغال في وقت معين او تتكلم في وقت معين، لا دي معاك 24 ساعة. شكرا ويتيفاي على الفيتشرز الجميلة ديت.